عايزة تبقي أستاذة في تخليل الزيتون وكمان تنافسي بيه مشاهير اليوتيوب والقنوات الأخرى. تابعيني لآخر الفيديو علشان تشوفي تخليل الزيتون معايا بيتعمل ازاي. أهم حاجة اللايك والإكسبلور. بسم الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. تجربة عملية. لاخر الفيديو هنعمل مع بعض تخليل الزيتون بطريقه جميله ما شاء الله، وان شاء الله هتنافسي بيها مشاهير اليوتيوب، وانا على ثقه من اللي انا بقوله. بس تابعيني لاخر الفيديو واعملي لايك واكسبلور عشان يوصلك كل جديد. وان كنتيش مشتركه في القناه انزلي واشتركي في القناه. اهم حاجه اللايكات 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 يا بنات. هنا حاطه كل المكونات قدامك واحنا بنشتغل مع بعض، هشرح لك كل المكونات بتاعتنا ونوع الزيتون اللي هنشتغل بيه. بس اهم حاجه اللايكات يا بنات. يلا بينا يا حبايب قلبي. انا هنا في الفيديو اللي فات كنت جايبه البرطمانين دول علشان نعمل الزيتون مع بعض. انا قلت لكم انا جايبه نوعين من الزيتون. ده زيتون تفاح يا بنات، جايبه نوع صراحه هم قالوا لي في عرايشي وفي نوع فلاحي. اللي قدامك على الصينيه ده عرايشي. تمام. خدت حوالي نص كيلو ليمون وسلقته 10 دقايق او ربع ساعه يا بنات، ما تكتريش اكتر من كده. تمام. لان الزيتون ده على شهر، على 15 يوم لو تخليلك تمام هتاكلي منه على 15 يوم بالكتير، علشان مرارة تكون راحت منه خالص على شهر هتاكلي منه. بس ان شاء الله انا هعمله معاكم في الفيديو لرمضان يا بنات. تمام. انا هنا مسكت الزيتون بتاعي غسلته كويس وفتحت فيه فتحات كده بالسكينه. تمام. وسلقت الليمون بتاعي 10 دقايق يا بنات. تمام. وجهزت الحاجات. اهم حاجه الملح والفلفل الحراق هم اللي هيشيلوا لك مراره الزيتون. طبعا الزيتون ده انا كنت جايباه في اليوم اللي انا نزلت لكم فيه الفيديو اللي فات، ان انا كنت جايباه بس صراحه شرخته من بالليل ونقعته بس ليله. انت مش حابه تنقعيه عادي. انا كنت الاول من 3 4 سنين كنت بنقعه بدل المره 2 و3، والله العظيم بنقعه 3 ايام يا بنات، واحط معلقه ملح في الميه واغير عليه مرتين في اليوم. بس هنا مش هنقعه، انا نقعته بس ليله واحده بس. جبته كده وصفيته ونزلت الليمون بتاعي والفلفل الحراق. اهم حاجه الفلفل يكون حراق. بشرت حوالي 4 جزرات مبشورين كده ونزلتهم، وكمان قشر الليمون اللي انا ضربته في الخلاط، باخد الميه بتاعته بنزل بالقشر. وكمان خدت ربع الكميه الفلفل الحراق ضربته في الكبه، هاخد منه برده كبشتين انزل بيهم. ومعايا هنا عصفر يا بنات، ومعايا حبه البركه، ومعايا ورق لورا. بس ما تكتريش يا بنات من حبه البركه، لان حبه البركه بتسود تخليل الزيتون معايا. تمام. هنا برضو كان عندي، لو عندك كرفس حطي، عندك كزبره حطي. تمام. هي ما كانش عندي جاهز وانا كنت لسه مفرزه دي، يعني كان فرزاها قريب فحطيت منها دي كزبره يا بنات. تمام. عندك كرفس حطي طازه، عندك كرفس عندك كزبره طازه حطي، بتخلي ريحه المخلل بتاعك تحفه يا بنات. وهنا عندي الفلفل الحراق الدبس ده اللي كنت عاملاه معاكم، دبس فلفل احمر كنت عاملاه معاكم مفرزاه على القناه. هحط برده منه كبشه كده على الزيتون. كده يا بنات كل المكونات واضحه قدامكم، مش هنحط اي موالح ولا اي حاجه دلوقتي. تمام. الملح بتاعنا هنحطه في الميه. تمام. واول حاجه هقول لكم بقى للناس المبتدئين اللي ما بيعرفوش يظبطوا تخليل يظبطوا ملح الزيتون، هقول لكم طريقه عبقريه، طريقه اجدادنا زمان، الطريقه اللي كلنا كنت انا اول واحده من الناس كنت بعملها، لان اول من 6 7 سنين كنت بعمل الزيتون ده. كنت بعمل الحركه ديت علشان اظبط ملح الزيتون، لان ما كنتش بعرف اظبطه. بس صراحه ما شاء الله ما شاء الله كنت بعمل زيتون يا بنات كان كل اللي بيدوقوا كفايه ريحته، كفايه ريحته، اقسم بالله العظيم وعن تجربه ما بكدبش. بعمل تخليل زيتون رهيب. زي ما قلت لكم كل المكونات قدامكم، اي استفسار او اي حاجه انتوا مش فاهمينها اكتبوا لي في كومنتات وانا ارد على حضراتكم. تمام. انا همسك كده، انا قلبت كل المكونات ديت ببعض. ممكن تحطي معلقتين ملح عادي على المكونات ومعلقه سكر، بس انا هحط كل ده في الميه يا بنات. انا عايزه اعمل محلول الملح يكون ظابط ومظبوط. تمام. هنزل كده في البرطمان بتاعي انا غسلاه ومعقماه كويس. هنزل كده بشويه جزر مبشور في الارضيه وورق لورا، وهمسك كل الزيتون بتاعي وانزل بيه في البرطمان. تمام. اهم حاجه يا بنات علشان مراره الزيتون تروح منها، الملح بتاعك يكون مظبوط والفلفل يكون حراق، لان الفلفل اللي انتوا شايفينه حراق ده هيمتص مراره الزيتون. بعد كده هتاكليه مش هيبقى حراق، لان هو امتص المراره اثرت على حرارته. تمام. وحرارته راحت للزيتون شالت منها المراره. هما الاتنين بيعملوا عمليه تبادل مع بعض يا بنات. تمام. صراحه ما شاء الله ما شاء الله الزيتون ده انا بعشقه. الزيتون ده كان تفاحي كنت جايبه كيلو ونص دول ب 100 جنيه يا بنات، كيلو ونص ب 100 جنيه. صراحه كل المكونات اللي احنا حاطينها دي جميله، بتخلي زيت الزيتون اهم حاجه بس ما تكتريش من حبه البركه، لان هي بتسود معاكي تخليل الزيتون.
وصلت لحد هنا يا حبيبه قلبي؟ صلى على النبي عليه افضل الصلاه والسلام في الكومنتات. انا هنا عملت ايه؟ الكميه الاولى. انا كده يا بنات مش هعمل 2 زيتون، هعمل كل نوع زيتون في برطمان لوحده. هي صراحه الست لما قالت لي برضو ربنا يبارك فيها، انا ما كنتش عارف ان الزيتون كله يعني افتكرت كل الزيتون عرايشي، فانا لقيت هي قالت ده فلاحي وده عرايشي، فالاتنين ما بيتعملوش مع بعض. فانا فعلا خليت برطمان ده وبرطمان لده. بعد ما حطيت المكونات بتاعتي في البرطمان، بمسك الفلفل الحراق وانزل بيه كده على الوش البرطمان، وشويه جزر كمان، وشويه ورق لورا وفلفل حراق. هكتم وش البرطمان بيه، لان من نجاح تخليل الزيتون ان انتي الزيتون ده ممنوع منعا باتا يدخله هواء، فانا لازم اكتم على الزيتون علشان كمان يوصله ميه. وكمان القشر اللي انا عصرته في الكبه او في الخلاط باخده واكتم بيه، بحطه على وش البرطمان. تمام. هنحط البرطمان على الجنب ونعمل الكميه الباقيه يا بنات. تمام. وهقول لكم بقى ان شاء الله. خليكم بس اهم حاجه تابعوني لاخر الفيديو عشان ازاي نظبط حدق الزيتون للناس المبتدئه لو ما بتعرفش تظبطه. هنا بقى الزيتون الفلاحي يا بنات اللي بقول لكم عليه، اللي هي قالت عليه فلاحي، ده ال 2 كيلو ب 100 جنيه. برضو حطيت كميه من نص كيلو ليمون برضو اللي انا سلقته على النار 10 دقايق او ربع ساعه. وهنزل بقيه الفلفل الحراق بتاعي. صراحه الفلفل ده تحفه وكان صابح خالص. برضو زي ما قلت لكم انا برضو عملت فتحات في الزيتون من بالليل، لان انا صراحه كنت مستعجله في اليوم من ده من بالليل، لان انا في اليوم اللي عملت فيه الزيتون ده صورت لكم فيه الزيتون. صراحه كنت رايحه لماما، فكان لازم اعمل الزيتون قبل ما امشي، علشان خايفه اسيبه يبوظ في الحر وكده، وممكن التلاجة ما يبوظ في التلاجة برضو. تمام. حطيت لكم بقى الجزر المبشور والعصفر والحب قصدي والعصفر والورق اللورا، وحطيت برضو الكزبره الخضراء. ما تقلقوش عادي، هي طالعه من الفريزر متفرزه ما فيهاش اي حاجه. وحماد دبس الفلفل الحراق الاحمر برضو. هنحط الكميه بقى الباقيه مننا. بص الفلفل ده تحفه يا بنات، هيدي لون جميل للمخلل بتاعك. هقلبي برضو كل المكونات في بعض. انا كده قلت لكم، لان في ناس تسالني في الفيديو تقول لي ليه يا ام اياد ما عملتيش الزيتون كله مره واحده. هقول لكم يا بنات، ده نوع وده نوع. الاتنين تفاحي بس ده نوع قالت لي ان ده فلاحي وده عرايشي، فاهمين؟ وهي قالت لي وجزاها الله كل خير، قالت لي ان الاثنين ما ينفعش يتحطوا مع بعض. انا كنت صراحه كنت فعلا ما كنتش عارفه، وكنت هعمل الاثنين مع بعض، بس لله الحمد ربنا يبارك فيها قالت لي النصيحه دي على اخر لحظه وانا بشتري منها الزيتون. تمام. انا هاخد كل المكونات بتاعتي واحطها في الايه في في البرطمان. وصلت لحد هنا. صلوا على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. وصلت واستفدت مني بحاجه بسيطه. صلى على النبي عليه افضل الصلاه والسلام في الكومنتات. اعملي لايكات كتير للفيديو عشان يشوفوا اكبر عدد من المتابعين، وكمان يشوفوا الناس المبتدئين اللي ما بيعرفوش يظبطوا ملح الزيتون. حركات الزيتون قدامك عاديه، ممكن تشوفيها عاديه انك تحطي كل المكونات وتظبطي الدنيا. بس اهم حاجه في الزيتون طريقه الملح يا بنات، خاصه للناس المبتدئين، خاصه للعرايس اللي ما بيعرفوش يعملوا تخليل الزيتون. ان شاء الله باذن الله هتعمليه بطريقه بسيطه وسهله معايا، وتظبطي ملحه من غير ما تحتاجي لحد تشريه. انا كده لميت كل مش هنسيب ولا سنتوفه على الصينيه يا بنات، لان كل المكونات بتاعتي طازه وجميله وهتفيدك في البرطمان. لمي كل حاجه، ما تسيبيش ولا سنتوفه. انا هنا صورت لكم كل حاجه على الارض، علشان صراحه الموضوع كان محتاج، يعني انا فرشت مفرش في ارضيه المطبخ، وابتديت اصور لكم تحت في الارض عشان تبقى كل حاجه واضحه قدامكم. برضو اهم حاجه ان انا اكتم وش المخلل بالليمون، اللي هو القشر الليمون ده يا بنات، علشان بيعمل كماده عازله، وقصدي بينزل الزيتون كله في الميه تحت. بعد كده انا خلصت الكميه بتاعتي. هعمل ايه بقى؟ انت هتقولي لي يا ام اياد انت ازاي انت هتنزلي الميه السخنه؟ لا يا بنات، انا بنزل الميه السخنه في الكاتل ده. حوالي الكاتل بتاعي لتر و700 جرام، يعني لترين الا. تمام. انا هعمل بميه سخنه بس عبات ما المكونات تتقلب وتدوب، يكون الميه بتاعتي يعني عادت دافيه خلاص، مش هحطها سخنه كده. حطيت كوبايه مج من الخل، وحطيت عصير الليمون اللي عملناه مع بعض حطيته كله. واللتر يا بنات، لتر الميه له 5 معالق هرميه من الملح، له 5 معالق هرميه من الملح. تمام. يبقى انا حطيت الميه السخنه يا بنات، وحطيت 5 معالق اللتر الواحد 5 معالق هرميه من الملح. تمام. وحطيت العصير الليمون معانا. انا بوضح لكم اهو، علشان الناس اللي بتقول انت بترغي كتير، انا مش برغي، انا بوضح لناس كتير. تمام. حطيت عصير الليمون وحطيت الملح بتاعي، وحطيت كمان يا بنات معلقتين السكر، وهم سر قرمشه الزيتون معاكي. سر قرمشه الزيتون معاكي معلقتين السكر اللي حطيتهم كمان مع الملح في المحلول الملح ده يا بنات.
كلكم بتقولوا ايه يا ام اياد انت هتسلقي البيضه في الميه؟ لا، انا ما ظبطت الملح بتاعي بنزل بيضه مغسوله نيه في قلب المحلول الملح بتاعي. طول ما البيضه تحت في قعر المحلول يبقى هي، شوفي هي عامت اهو كده، المحلول بتاعي ما عادش محتاج ملح. طول ما هي في قعر المحلول بتاعي يبقى المحلول بتاعي محتاج ملح، تمام. اما اذا عامت على الوش يبقى خلاص المحلول بتاعي تمام ومظبوط و10 على 10 كده. الميه بتاعتي بقت مظبطت، المقادير بتاعتي دفيت وبقت جميله خالص وبردت خالص. بنزل بيها وبقسمها نصين، لان ليه قسمتها نصين؟ عشان عليها عصير الليمون يا بنات. هعمل نفس المقادير تاني معاكم، وهجيب برضو لان الكاتل بتاعي لتر اللي ايه، لترين الا ربع. بنزل برضو بكل المكونات بتاعتي وملح لحد ما البيضه تعوم على وش الميه يا بنات. هنا بس بحط ملح بس، تمام. وبصفي الميه في البرطمان علشان البذر يا بنات، لان البذر ده بيعمل مراره وانا مش عايزاه. برضو هعمل كده الطريقه دي كل ما لحد ما يبرد، وانزل بالميه تاني لحد ما اخلص الزيتون بتاعي واظبط معياره كده زي ما حضراتكم شايفين. اي استفسار اي حاجه انتوا مش فاهمينها اكتبوا في الكومنتات وانا ارد عليكم يا حبايب قلبي. كده الزيتون بتاعنا خلص، ما شاء الله على اللون والجمال والشكل. هنا بقى هتعملي ايه بقى؟ هتغطي الوش بتاعك باي زيت. انا صراحه كنت بحط زيت زيتون، زيت زيتون بيخلي الزيتون بتاعك طعمه في حته تانية، بس للاسف ما كانش عندي فحطيت زيت عادي. لو عندك زيت عادي اي زيت نباتي عندك حطي على الوش. اهم حاجه تغطي الوش عشان الزيتون بتاعك ما يوصلوش اي هوا، ماشي. وبتجيبي استرتش وتغطي الطبقه الوش البرطمان. ما عندكش استرتش هاتي اي كيس بلاستيك نظيف وغطي بيه البرطمان بتاعك. وكده انا غطيتهم يا بنات وهمسحهم كويس خالص، ماشي. وهغطيهم واحكمهم. اهم حاجه بقى الخطوه الرئيسيه للزيتون بتاعك انك تحطيه في مكان ضلمه. طول ما هو في مكان ضلمه هيتخلل منك بسرعه وبيديكي نتيجه رهيبه. تحطيه في المطبخ عندك من تحت، او تحطيه في تحت الحوض بتاعك في المطبخ تحت الحوض. وهنا في الحركه دي جميله برضو بقلب البرطمان، بقلبه حوالي ربع ساعه و10 دقائق عشان المكونات كلها تمتزج في بعضها. واستنوني في فيديو جديد وطريقه جديده.